ازيكم؟ تعالوا بينا النهارده هنعمل الحواوشي الاسكندراني بعجينه حلوه قوي. هيطلع معاكي تحفه جدا، احسن من اللي بتشتريه من بره. معاكم اسماء. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الاشتراك. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمله ازاي بطريقه سهله وحلوه قوي. عندي هنا كيلو ميني دقيق. بعد كده هنحط عليه معلقه كبيره من السكر، وهنحط كمان معلقه صغيره من الملح، وهنحط معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهنحط كمان ربع كوباية من الزيت. بعد كده هنحط المية شوية شوية. عندي هنا كوبايتين من المية. هتحطي طبعا المية شوية شوية، يعني حوالي تاخد معاكي حوالي 4 كوبايات ونص من المية. العجينة طبعا بتاعتنا بتبقى ماسكة نفسها، بس في نفس الوقت بتبقى سايلة شوية. هنبتدي طبعا نحط كده الميه وهتعجني العجينه بتاعتك لمده 10 دقايق لحد ما تلم معاكي بالشكل ده. اخدت معايا 4 كوبايات ونص من الميه. كده العجينه طبعا جاهزه معانا. هنغطيها كده بكيس، وبعد كده هنسيبها تخمر معانا. هتقعد معاكي حوالي ساعه الا ربع. عندي هنا طبعا الحشوه بتاعتنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، فيها قطعه من الدهن كده حلوه. وعندي هنا بصل وفلفل الوان. هنحتاج كده 3 بصلات لنص كيلو. وهنحتاج كمان حزمة من البقدونس. هنجيب هنا الكبة بتاعتنا طبعا، وهنحط البصل وهنحط الفلفل الألوان. وبعد كده طبعا هنقطع البقدونس. هنحط حزمة البقدونس، وبعد كده طبعا هنضربهم وهنفرمهم كمان فرم يبقى متوسط معانا بالشكل ده. كده خلاص جهزت معانا. شايفين الفرم بتاعنا خشن مش ناعم قوي. هنحط هنا في الطبق هنحط نص كيلو من اللحمة المفرومة، وبعد كده هنحط البصل مع الفلفل. بعد كده هنحط التوابل بتاعتنا. هنحط معلقة كبيرة من الملح، وهنحط معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهنحط معلقة صغيرة من بودرة الثوم، ومعلقة صغيرة من بودرة البصل. كده جهزت معانا. بعد كده هتقلبي كل التوابل كلها مع بعض مع اللحمة مع البصل والفلفل الألوان. هتقلبيها كده كويس لحد ما تبقى معاكي قطعة واحدة حلوة. كده خلاص اللحمة جهزت معانا. بعد العجينة ما خمرت شايفين بالشكل ده، قعدت معانا ساعة الا ربع. تحطيها اهم حاجة في مكان دافي. هنطلع منها الهواء، وبعد كده طبعا هنشكلها لكرات صغيرة. هتجيبي هنا صينية تحطي عليها رشة من الدقيق، وهتشكلي كده كرات صغيرة بالحجم ده. هنغلفها كده بالدقيق كده كويس، وهنحطها على الصينية. طبعا هتعملي الكمية كلها بتاعتك لحد ما تخلص معاكي بالطريقة دي. هتقسمي طبعا كيلو الدقيق بتاعك ل22 قطعة صغيرين يكونوا بحجم واحد. بعد كده هنحط رشة من الدقيق كده من تحت، ما تكتريش قوي من فوق دقيق، وهنفردها كده كويس على شكل رغيف. فردنا كده اول قطعة. كده طبعا جهزت معانا. هنفرد كمان قطعة تانية. ما تكتريش دي قوي كده على الوش، هتعملي رشة خفيفة جدا. هتفرديها كده على شكل رغيف، تكون اهم حاجة الحجم بتاعها يكون قد بعضها. بعد كده هنحط هنا الحشوة بتاعتنا. حشوة اللحمة هتحطيها في النص كده وهتوزعيها. هتحطي كده معلقتين كبار. هتوزعي كده كويس اللحمة. بعد كده هنجيب هنا اول قطعة احنا فردناها، وهتقلبيها وهتقفلي كده كويس. بعد كده هتشكليها كده بايديكي بنفس الشكل ده. هتديكي شكل حلو جدا. تمسكيها كده بايديكي كده، وبعد كده تلفيها تديها لفة كده بسيطة، وتضغطي عليها كده بايديكي. بتاخد معاكي شكل حلو قوي. كده خلاص طبعا جهزت معانا. هتضغطي عليها توزعي اللحمة. بعد كده هنجيب هنا صينية تكون مدهونة دهنة خفيفة من الزيت، وهنحط عليها عيش الحواوشي اللي احنا عملناه. كده طبعا جهزت معانا. طبعا يا جماعة هريحها كده لمدة 10 دقايق كده. نسخن الفرن تكون خمرت معانا شوية. بعد كده هندهنها كده على الوش كده دهنة خفيفة من الزيت، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 240. هنسيبها طبعا لحد ما تحمر معانا كده من تحت ومن فوق وتاخد لون حلو قوي.
كده خلاص طبعا جهزت معانا بعد ما احمرت. شايفين اللون بتاعها واخده تسويه حلوه جدا من فوق ومن تحت، بجد ألذ اطعم حواوشي ممكن تجربيه، حلوة قوي. وبعد كده طبعا خلاص خلصت الكميه طبعا كلها بتاعت كيلو دقيق، وتقدميه طبعا بألف هنا وشفا. شايفين شكله بجد وطعمه كان حلو جدا، هيطلع معاكي طبعا طري مش هيطلع ناشف جدا معاكي. هنفتح كده واحده مع بعض، هتفتحيها كده بالطريقه دي. وبعد كده طبعا بيتقدم بألف هنا وشفا، بجد ألذ وأطعم حواوشي ممكن تجربوه، طعمه حلو قوي. كده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا، اتمنى يا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك وكمان التيك توك والانستجرام باسم اسماء ابو الخير. اشوفكم على خير بالفيديو الجاي، يلا باي.